اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. في الفيديو ده هعمل وصفتين من ضمن التفريزات اللي انا بعملها كل شهر، وعلى قد ما بقدر بحاول تكون يعني ايه وصفات اقتصادية، وبنحاول كده نوفر يعني على قد ما نقدر. جبت عجينة باف باستري، قلت كده اعملها فطار سريع كده للولاد. ممكن تجيبي 2 وتعمليهم فطيرة محشية، انا جبت واحدة بس. جبتها كده فردتها في صينية، دهنت الصينية زيت وفردت عليها العجينة وعملتها بالشوكة لانها بتتنفخ. ممكن تحشيها جبن، بس ممكن تحشيها لحمة مفرومة مع جبنة. ممكن تسيبها كده يعني تسيبها مفرودة كده، وبعد ما تستوي ترشي عليها عسل نحل، يعني على حسب بقى ما انتي عايزة. جبت كده شوية جبنة في النص، ومعاهم معلقة لحمة مفرومة او معلقتين لحمة مفرومة، مش كتير، بس انا كنت معتمدة ان الجبنة تكون اكتر في الوصفة دي. حاجة بسيطة كده يعني وسريعة. هي طعمها حلو قوي بجد، انا اول مرة اجربها وعجبتني. يعني انا ما اكلتش منها، بس دقت حته كده صغيره، وانا كنت عاملاها للولاد لاني انا ماليش في المعجنات البيضه. وان شاء الله باذن الله هحاول ان انا الفتره اللي جايه اعمل معاكم وصفات بالدقيق الاسمر والشوفان، لاني انا كنت دايما بعمل وصفات كتير بالدقيق الاسمر والشوفان. انا كنت بقى مسخنه الفرن، وبرضو عملتها بالشوكه كده من على الوش، بحاول ان انا كده ايه خليها تمسك في بعضها بالشوكة. هدخلها الفرن بقى يعني ايه 10 دقايق بالكتير، ويكون الفرن سخن، تاخد لون من تحت ومن فوق، وبعدين بتبقى يعني ايه مش بتاخد وقت خالص في الفرن. شفت بقى بعد ما طلعت شكلها كان حلو قوي، وقطعتها كانت مقرمشة قوي يعني. هي عاملة زي الفطير او الجلاش، يعني حاجة زي كده. قطعتها بقى كده وقلت ايه يعني ايه ياكلوا حاجة بسيطة، وانا طبعا عملت لي حاجة تانية خالص. على فكرة برضو انا بعودهم برضو على الاكل الصحي من وقت للتاني، بس انتوا عارفين الاطفال بالنسبة لهم المعجنات اللي بيكون فيها دي اسمر او شوفان بتبقى بالنسبة لهم طعمها غريب شوية، فانا من الوقت للتاني بديهم برضو اكل صحي من ده ومن ده، علشان انتوا عارفين ان هما بيزهقوا، الاطفال بتزهق، فبيحبوا التنوع. وبصراحة انا بحب ان انا انوع مرة كده ومرة كده عشان برضو ما يزهقوش ويملوا. اوقات بفطرهم حاجة غير كده خالص، وبعمل معاكم بيض، بعمل معاكم حاجات كتير يعني. هنا بقى كنت بفكركم بشرب المية يعني. ساعات كده بحس ان انا مش مركزة وانا بتكلم. التوست ده لما جبته لقيته فيه ده توست اسمر، لقيت فيه بذور، بذور اللب وتقريبا شيا وكينوا، واسمها ايه، وبذور الشيا، بذور الشيا وبذور الكتان. وكوبايه الميه زي ما انا قايله لكم، ما تستغنوش عن شرب الميه، داخلين على صيف، اشربي ميه كتير على قد ما تقدري. جبت بقى ممكن تجيبي كده خصايه وتدهني توستايه جبنه او بيضه، حسب ما تحبي والموجود عندك. قلت كده اما اجيب الكابتشينو واعمل رغوه النسكافيه. النسكافيه والميه والسكر قد بعض. قلت اما اجربهم كده واعملهم في الكبه، عشان ما عنديش اسمها ما عنديش مضرب. والولاد هم اللي طلبوا برضو النسكافيه، مش بديهولهم على طول خالص، بس هم كانوا عايزين يجربوه بالرغوه بتاعته. وجبت لهم كده كان في واحده بسكوت كده باكو بسكوت، وانا حبيت ان انا اشرب قهوه، بحب قوي ان انا اشرب قهوه الصبح. جبنا بقى مشتريات الخضار الاسبوعيه. الخضار بجيبه اسبوعيا، يعني ايه لان احنا بنحتاج الخضار يعني كل اسبوع، مثلا في خضار بيخلص فبتجيبي غيره، غير مشتريات الشهر الاساسيه. جبت كرومب اهو، كرومبتين صغيرين كده، انا وريته لكم قبل كده. بجيب الحاجه اللي انا محتاجاها، جبت طماطم، جبت خس، جبت فلفل اخضر وشطه وجبنه بطاطس، وجبنه هنا لفه كنافه، لان هما من الوقت للتاني بيطلبوا حلويات وكده. وجبت بقدونس، وجبنه بصل. يعني المكان اللي انا فيه بيتباع البصل في الشكارة الصغيرة دي، والبطاطس برضو. جبنة زيتون، وجبنة عجينة طعمية انا كنت عاملاها قبل كده في البيت، وبس جبنة المرة دي كده جاهزة كويسة يعني. وجبت لحمة مفرومة، وجبت هنا فرختين اهم. هقول لكم برضو انا عملت معاكم كذا وصفة بالفراخ. هعمل بقى اللحمة المفرومة دي هقسمها نصين، يعني هعمل نص بالكفتة برز، وبعملها كل شهر بصراحة، يعني بعملها على طول. الكفتة برز دي بتنجز معايا، موفرة
وبتمشي طاقة بصراحة ووقت، يعني حلوة قوي بجد. واعملها في البيت انضف كمان. اشتري رز اللي هو الرز المطحون جاهز، يكون نوع كويس. انا وريتهولكم قبل كده وهوريهولكم تاني دلوقتي. والنص التاني من اللحمة المفرومة هعمل بيها المكرونة اللازانيا اللي انا جبتها معاكم في المشتريات، وهعملها جبت بقى معاكم ان شاء الله بصلاية بإذن كبيرة، الله. هقطعها في الكبة. وكمان جبت نص قرن فلفل اخضر، بيدي طعم حلو قوي للكفتة برز. بعملها من زمان، دي طريقتي في الكفتة من زمان. التوم بقى يعني حسب ما بتحبي، يعني انا هضيف فصين اتنين كفاية قوي. الخضرة بجيب خضرة على طول بفرزها لانها متبقاش موجودة عندي على طول. شبت وكزبرة وبقدونس، بتحطي الكمية اللي انت حباها. شبت وكزبرة وبقدونس وفلفل اخضر او شطة خضرة، بس انا مش هضيف شطة خضرة علشان الولاد، علشان ما تبقاش حامية على الولاد. بصل وتوم وفلفل اخضر وشبت وكزبره وبقدونس، وهنا فصين توم. اول حاجه هاخد كده ان انا اقسم الخضار على الكبه، اضرب شويه بشويه علشان برضو هي كبه صغيره. وده الدقيق الرز اللي انا جبته معاكم قبل كده. انا هعمل المعيار تقريبا، الكميه دي خدت معايا كوبايتين. انا بفضل يعني الم فيها لحد ايه ما احس ان هي خلاص مش محتاجه رز تاني. الرز المطحون ده يعني كنت جايباه جاهز كده، حلو قوي بصراحه. وموفر برضو. عايزه تعملي عايزه تعملي الرز تطحنيه في البيت، اعمليه خالص، يعني اعمليه حلو يعني بيبقى كويس. بس لو المطحنه عندك هتطحنه ناعم وتبقى كويس. بضرب الخضار شويه بشويه، وبعد كده هاخد اللحمه اضربها مع الخضار لحد ما تلم. وكمان بعد كده بقى يعني بعد ما اضربها كده كلها مع بعضها وتنعم، خلي الخضار ده ينعم قوي. بدأت بقى ان انا اضيف الرز شوية 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 بشوية، وهقلب بايدي علشان يعني اشوف ملمس العجينة بتاع الكفتة يحتاج ايه. حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها هشة ومش مكتومة وبتبقى حلوة جدا. بدأت اضيف الرز، ضفت بهارات بقى، كمون، وبظبط الملح، وممكن رشة من الفلفل الاسود وكزبرة. ماشي، كمون وكزبرة وفلفل اسود وملح. وبتظبطي الملح يعني برضو ما تكتريش في الملح. وحطيت بيكنج باودر بيخليها هشه وجميله. بدات ان انا الم فيها لحد ما احس خلاص ان العجينه لمت معايا خالص، وما بقاش يعني في رز كده او اي حاجه على جوانب الطبق معايا. بتضيفي الرز حسب كميه اللحمه وحسب ما هتلم معاكي. شايفين بدات تلم معايا اهي. ممكن تدهني ايدك ميه او زيت وتبداي تلميها يعني بكل سهوله. خدتها هنا في طبق تاني لان هي ما كانتش كتيره. هدخلها التلاجة تتشمع شوية علشان اعرف ان انا اصبعها بعد كده. بتدهني ايدك زيت بقى وعلى وشها كده علشان ما تبقاش ناشفة معاكي. بعد ما قعدت في التلاجة شوية طلعتها علشان اصبعها. بتدهني ايدك زيت وبتبدأي ان انت تصبعيها بقى. يعني ايه بتصبعيها على قد، بصي انت اللي بتتحكمي في حجم الصباع، عايزاه صغير عايزاه كبير حسب ما انت بتحبي. هتصبعي بقى الكمية كلها وبعدين تقليها. على فكرة انا ساعات كنت بخزنها نية كده من غير ما احمرها، بس انا المرة دي قلت احمرها لان الولاد كانوا عايزين ياكلوا منها. بجد ريحتها بتبقى حلوة قوي. الكفتة برز دي يعني علمت الشعب المصري كله السرقة من هو صغير. يعني كنا لما كان حد يجي يقلي كفتة وكده في البيت كنا بنحول نصها. يعني عايزة اقول لكم وهي متحمرة كده بيكون طعمها حلو قوي. نصها بيخلص، يعني ممكن نحمرها كده وتخلصوها بقى على ما ايه، على ما تيجي بقى تشوفي الشوية اللي انت تفرزيهم بتلاقيهم حبة صغيرين خالص. فبصراحة يعني مفيش حد مش بيحب الكفتة برز وهي متحمرة، يعني بتبقى طعمها حلو قوي. وكمان الولاد بيحبوها كده يعني. فانا بحمرها بقى بصراحة بخليهم ياكلوا منها عادي، مش مشكلة، احنا كده كده بنعمل علشان الولاد. ممكن تعملي كور صغيرة كده منها، في ناس بتعملها صوابع صغيرة قوي. هبدأ بقى ان انا احمرها. حطيت كده طاسة على النار، سبت الزيت سخن. انا ساعات بوطي عليها علشان تستوي من جوه وتقلبيها بقى كده من وقت للتاني. دي بقت الكمية كنت عملتها كده وجهزتها وقلت احمرها مرة واحدة. شايفين بقى الكفتة بجد جميلة قوي،
شايفين؟ ولا مشققة ولا اي حاجة، وطرية وهشة جدا. انتوا شايفين هي هشة ازاي؟ وعايزة اقول لكم بقى طعمها حلو، وكفايه ريحتها اللي بتبقى قلبة البيت كله. يعني ريحتها كده بصراحة ريحتها بتبقى معروفة قوي. اي حد كان يجي يعمل كفتة يعني نشمها كده في الشارع نقول دي كفتة برز، كفتة محمرة برز. ودايما في الافراح في مصر بيعملوها، يعني دي حاجة اساسية عندنا. ممكن لما تيجي تعمليها بقى تحطي معاها بطاطس حسب ما انتي بتحبي. عايزة تعينيها عجينة وتطلعيها على التحمير، عايزة تفرزيها كده صوابع متحمرة زي ما انا ما عملت، حسب ما تحبي. هنجيب بقى الفرختين بتوعنا. عملت معاكم وصفات للفراخ كتير، اتمنى انكم تشوفوها في الفيديوهات. جبت الفرخة بحاول كده ان انا اشيل المادة اللزجة اللي بتبقى جوه ما بين اللحمة. انا المرة دي مش هقطعهم، انا عايزة اسيب الفراخ كده سليمة. بحاول كده ان انا انضفها واشيل اي دهون او اي زوايد فيها وانضفها من جوه، واعمل لها محلول النقع اللي انا هنقعها فيه. كنت بقولكم نشيل الحاجات اللي هي بتبقى جوه دي. رشيت عليها ملح ودقيق وليمون وممكن رشة من السكر. هتسيبيها منقوعة حوالي ساعة. تحطي عليها دقيق بيشيل الزفارة، والملح برضو، والليمون بيخلي ريحتها حلو. وطبعا هنسيبها تتنقع شوية حلوين. وبعد ما بتتنقع في المحلول بتاعها بتغسليها وتشطفيها كويس جدا جدا، وتصفيها، تخليها تصفي كده في مصفى، تصفي مية الزفارة والدم بتاعها. جبت الكبة واخد بصلاية كبيرة علشان هنتبل بيها الفرختين بتوعنا. ممكن تعملي لو حابة ان انتي تقسمي من الفراخ دي وصفات، قسميها. انا عاملة معاكم حمام كداب بس لسه هنسويه مع بعض ان شاء الله. عملت شاورما، عملت برجر. يعني شوفوا كده، ممكن تعملي تقطعيها اربع وتعمليها في صينية بطاطس، حسب ما تحبي. عايزة تعمليها سليمة كده علشان تعملي منها شوربة وتعملي منها اكل، برضو حسب راحتك انتي. بحاول والله اديكم افكار، انا عارفة ان انتوا شاطرين وستات بيوت، ولكن احنا بنشجع بعض واللي عنده معلومة يقولها، يعني بنستفيد كده من بعض. جبت البصلاية رشيت عليها فلفل اسود ورشيت عليها ملح، وهبدأ ان انا اتبل الفراخ. بتبلها كده بالبصل ده على طول، والفلفل بيخلي طعمها في السليق وبتخلي الشوربة حلوة قوي. وان شاء الله طبعا يعني هسوي معاكم كل حاجة واقول لكم برضو هنعمل معاها ايه. شوفوا انا كنت حاطاها هنا في المصفى تصفي ومجهزة كيس التلاجة. هنجيب بقى كده اول فرخة معايا واحط فيها البصل. ممكن بقى تبقي تعمليها في يوم جنب رز طبيخ او محشي اي حاجه. انت بتحاولي ان انت تقسمي كده الاسبوع، يعني على الوجبات، يعني على مدار الاسبوع. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، قلت لكم مره سمك، مره فراخ، مره لحمه، ممكن اكل شعبي في نص الاسبوع، ممكن كشري. يعني بتحاولي برضو ان انت تبقي مقسمه كده ايامك كده، وربنا يرزق الجميع يا رب برزق اولاده، وربنا يشبع كل جائع على وجه الارض، وتحققوا ما تتمنوه ودمتم في حفظ الله ورعايته، وتحققوا كل ما تتمنوا ويرزقكم برزق اولادكم يا رب. ما تحوج حد لحد ابدا. ادعوا دايما كده ان ربنا ما يحوجناش لحد، وتدعوا كده بعد كل صلاة واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. ربنا يرزقكم الخير كله يا رب، ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. كان عندي شوية ترمس برضو عملتهم هوريهم بعد ما استوى الفيديو الجاي ان شاء الله. قلت اما نقعته بالليل وسويته الصبح. واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.